ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. وصفة النهاردة ان شاء الله وصفة رهيبة جدا، جبتها لكم من بق الدكتور شخصيا لتساقط الشعر بقى، وكمان للأنيميا، واللي نسبة الهيموجلوبين عنده بتبقى ضعيفة شوية، بيرفعها على طول جدا جدا يا جماعة بقى. وصفة طبيعية وكمان مغذية، وطريقة عمايلها سهلة جدا، ما فيهاش اي حاجة خالص خالص. وكمان ممكن تعمليها كمية وكمان تشيليها عندك في التلاجة. طريقة حفظها طبعا هتحطيها في كيس، يعني نفس البولة الصغنونة دي اهي، هتاخديها زي ما هي كده، هتحطيها في بولة وتحطيها في الفريزر. هتطلعيها طبعا تفك وهتاكليها بالهنا والشفا. مش هقولك بقى، ده كنز كنز بجد والله العظيم، لو جربتيه هيعجبك جدا جدا. وزي ما قلتلك لتساقط الشعر والانيميا وكده. خلاص يلا بينا بقى نشوف الطريقة كده وهنعمله ازاي مع بعض. خلاص كده يا بنات، دي بقى الحاجة اللي احنا هنعمل بيها الوصفة الجامدة بتاعت النهاردة اللي قلتلكم عليها في المقدمة بتاعت الفيديو. هي طبعا وصفة رهيبة جدا جدا يا جماعة، حلوة جدا. يعني انا لسه جايبة الوصفة دي حالا حالا طازة كده من بق الدكتور بتاعي كان وصفها لي، فطبعا اشتريت الحاجة وانا جاية، فدخلت المطبخ اعملها، فقلت اصورها يعني واوريها لكم خلاص، وكلنا نستفاد من بعض. اول حاجة طبعا هنحتاج هنا معانا فراولة وكمان بنجر. خلاص، ومعايا هنا عسل ابيض. لو ما عندكيش عسل ابيض ممكن تستبدلي السكر، خلاص بس ما تكتريش، يعني تحطي التحلية، يعني اقل نسبة تحلية ممكنة تحطيها. خلاص. هنا بقى معانا البنجر ده، احنا طبعا لسه ما قشرناهوش ولا اي حاجة خالص. وعايزة اقولك كمان ان البنجر ده احنا هنسلقه. خلاص يا بنات، طبعا ده احنا مش هنعمله عصير لا خالص. وانا كنت عامله معاكم تقريبا في القناه قبل كده البنجر بالبرتقال. معلش بس هو عمل لي ايدي البنجر معلش غير لون ايدي شويه كده. بصي هنقشره. لو مستعجله عليه يعني وعايزاه يتسلق بسرعه وعندك حله ضغط، تقدري تحطيه في حله الضغط. ما عندكيش يبقى خلاص حله عاديه بقى، وهنحطه يتسلق وهنصبر عليه شويه. وكمان لو شرب الميه بتاعته زودي له ميه. بصي بقى، انا عايزه اقول لك المقدار اللي، يعني بصي ده حوالي كيلو الا ربع من الفراوله، انا طبعا هعمله كله. وده قولي كمان كيلو الا ربع برضو من البنجر. انا هعمله كميه، يعني هو اصلا المقدار بتاعه او يعني الوجبه اللي المفروض اكلها من اللي احنا هنعمله ده. المفروض واحده بس من البنجر زي كده على 5 ثمرات من الفراوله. خلاص، انا بقى عشان قلتلك يعني انا عايزه الكميه بصراحه هعملها كلها واشتري دماغي، مش كل شويه بقى هقعد اسلق كده البنجر ده. لا، انا هسلقه مره واحده واعمله مره واحده. كمان هنقولك ازاي هنشيله ونحتفظ بيه. كل يوم بقى تاكلي لك بوله زي دي. ايوه هتاكلي، لان احنا مش هنعمله عصير زي ما قلت لك. انا دلوقتي هوريك طريقه حلوه جدا 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 بقى. الوصفه دي للانيميا واللي شعره بيسقط. هو عموما البنجر كله فوائد طبعا كلنا عارفين. بصي هي قاسيه شويه كده، وانا يعني بقشرها، معلش استحملي بس. تحس ان هي ناشفه كده في ايدك شويه، بس مفيش اي مشكله، يعني هنقشرها يعني. هي اتقشرت اهي بمنتهى السهوله. بصي لونها تنت طبيعي في ايدي زي ما قلت لك، عايزه تعمليها على قد الوجبه الواحده بس اعمليها. البنجرايه من دي على 5 ثمرات من الفراوله، وحليها بقى التحليه اللي انت عايزاها. على فكره يا جماعه، الوصفه دي دلوقتي من وجبه العصر بتاعنا، يعني بما ان ناس كتير جدا ما بتشتريش لحمه، فطبعا هتلاقي نسبه الانيميا بقت كبيره جدا فبصي اديها بنجر بقى، واديها الوصفه اللي انا بقولك عليها دي، ان شاء الله هترفع نسبه الانيميا عندك وهتبقي كويسه ان شاء الله. وكمان لو شعرك بيسقط،
بصوا يا بنات، هقشر البنجر بس كده ونرجع لبعض تاني بقى علشان الفيديو ما يطولش اكتر من كده. خلاص كده بنانيت اهو البنجر بتاعنا بعد ما قشرته بالشكل ده اهو. بصي طبعا دلوقتي بقى حله على النار تكون فيها ميه بتغلي، وكمان هنحطه يتسلق. هو معلش هياخد وقت شويه بس معلش. وكمان الميه اللي هتتسلق فيه احنا مش هنرميها، ممكن تستخدميها في وصفه تانية يعني. هو احنا النهارده الميه بتاعته مش هنحتاجها كتير في الوصفه. انا هقول لكم بقى دلوقتي هنعمل فيه ايه. هو مش عصير، هنشوفها مع بعض كده في اخر الفيديو. بص طبعا انا هحطها في حله صغيره كده على النار، مش هحطها في حله الضغط ولا حاجه لانها كميه قليله يعني. لو حطيته في الحله طبعا مش هيحوقوا يعني في الحله هم شويه صغيرين مش مستاهلين، بس هم هياخدوا وقت شويه، فما فيش اي مشكله خالص. انا هحطهم على النار واول ما يتسلقوا ان شاء الله نرجع بقى ونكمل الوصفه بتاعتنا يا جماعه. خلاص كده يا بنات اهو طبعا البنجر بتاعنا بعد ما سلقته بقى معايا بالشكل ده اهو. حتى كمان لسه اهو بيطلع بخار لسه سخن. ودي طبعا الميه اللي هي ميه السلق اللي احنا سلقنا فيها البنجر. بصي اتركزت وبقت حلوه جدا. ده على فكره يا جماعه ده كنز، ده اي عصير تقدري تحطيه في الميه يعني اللي انت هتعملي بيها العصير. خلاص احنا طبعا مش هنحتاجه دلوقتي خالص، مش عايزاه يعني. هنجيب بقى الكبة قدامك حلين. هو المفروض بيتضرب في الهاند بلندر، بس الحقيقة مش هعمله يعني في الهاند بلندر خلاص عشان مش الناس كلها اكيد عندها هاند بلندر. بس الاغلبية يعني عندهم كبة. خلاص انا هضربه دلوقتي هنا في الكبة. عندك هاند بلندر زي ما قلت لك وعايزة تضربيه فيه اوكي اضربيه، بس احنا طبعا عايزين نسهل الدنيا على بعض يعني. نحطها كده في الكبة بالشكل ده. وكمان هنزل بالفراولة اللي معايا زي ما هي كده، بس ممكن اللي فيها حته بيضه دي نستبعدها شويه. او هاتي السكينه يا يارا لو سمحتي كده نشيل الجزء الابيض اللي من فوق ده. بصي هحط الفراوله كلها زي ما قلت لك ايوه كده. بصي يا يارا بس شيل الجزء الابيض ده كده عشان طبعا كانت هي جزء كبير كده ابيض ملوش لازمه. خلاص كده يا بنات اهو حطينا البنجر وكمان الفراوله. ابدا بقى نحط العسل اللي معانا. دي على فكره معلقه واحده يعني مش كتير. نقدر طبعا نستبدله بالسكر. انا مش عايزه احليه جامد لا خالص، بس بالشكل ده. خلاص كده يا جماعه اهو بالشكل ده هاخده وهضربه في الكبه زي ما قلت لك. انا عايزاه يبقى مجروش، مش هحط له ميه علشان يعني مش عاوزاه يتقلب لعصير، لا انا عايزاه يبقى مجروش كده فتافيت صغنونه كده. خلاص يا بنات هروح اضربه دلوقتي في الكبه وارجع اوريه لكم ان شاء الله لما اضربه. خلاص كده يا جماعه اهو بعد ما ضربته في الكبه زي ما قلت لك. بصي مجروش ازاي وجميل جدا. هو مش عصير زي ما قلت لك عشان ده هيتاكل بالمعلقه اهو بالشكل ده. بصي بقى ممكن تحطيه في البولات الصغنونه دي، يعني البوله دي زي ما قلت لك على قد الوجبه خلاص اللي انت المفروض تاكليها يعني على مدار اليوم. وكمان ممكن تحطيها في الكاسات دي لو هتقدميها كده للضيوف او اي حاجه. بصي هنبدا نحط كده بسم الله الرحمن الرحيم. بصي شكلها حلو جدا في الكاسات. هي طبعا بعيدة كل البعد عن العصير. حلوة جدا بالشكل ده. نعبي ده كمان او نملى ده كمان. بصي بقى ما اقولكيش على القيمة الغذائية اللي في الكاس ده. بصراحة يا جماعة ده كنز والله العظيم بجد يعني. اهو مثلا 2 كمان نحط في البولات علشان يبقى من ده ومن ده ونشوفه مع بعض. وعلى فكرة كمان المية اللي هي فاضت دي من كان يعني مسلقناه ممكن تحط شوية هنا بحيث برضو مش هنرميها اكيد يعني.
وتقدري كمان يعني تحليها، تحطي لها سكر وتشربيها كده كعصير. بصي شكلها حلو قوي قوي وريحتها جميله قوي على فكره. اعمليها بقى، مش هتشتكي من الانيميا دي خالص خالص، ولا كمان تساقط الشعر. دي بقى حاجات طبيعيه بقى، يعني الدكتور كمان هو اللي قايل عليها، دي مش افتكاسه ولا حاجه من عندنا، لا طبعا. خلاص يا بنات، اعمليها بقى، جربيها ان شاء الله باذن الله هتعجبك جدا، وهتفرق معاكي كتير 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 الوصفه دي. اعمليها جربيها، مش هتخسري حاجه، هي كلها يعني حاجات موجوده في الاسواق يعني، وسعرها برده مش غالي ولا اي حاجه، وهيبقى طبعا علاج طبيعي وجميل جدا جدا جدا، وهيعجبك ان شاء الله لو جربتيه. هو كده باين بس معلش المكان بس ضيق شويه. جربيه ان شاء الله باذن الله هيعجبك وهيفرق معاكي جدا. بس كده، ودي كانت وصفه النهارده. باي باي يا حبايبي.